محمد بركات، واحلى كورة هتسمعها كل يوم من 10 الصبح ولمدة ساعة. احلى كورة على الراديو 90 مع هشام هلال وملك الحركات محمد بركات. احلى صباح على احلى مستمعي الراديو 90. صباح جديد لاسبوع جديد، اكيد احلى طول ما انت ظابط الموجه على هوانا هوا الراديو 90. ملك الحركات محمد بركات وهشام هلال معاك لحد الساعه 11 فاحلى كوره واحلى صباح عليك يا كينج. احلى صباح عليك يا هشام، واحلى صباح على كل اللي بيسمعونا. ده في السريع كده انت بتقصر المسافات. عندنا شغل كتير. طب يلا بينا، بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا. امبارح خساره بطعم الفوز للاهلي قصاد الدفاع الحسني المغربي. صحيح الاهلي وصل لدور الثمانية، بس عارفين ان في ناس كتير مش مبسوطه من اداء الاهلي وفي ناس كتير قلقانه. تقدروا تبعتوا لنا تعليقاتكم على الماتش امبارح على 199 او تكلمونا، وان شاء الله النهارده هنستقبل تليفوناتكم على 262 19 8 66. بس التعليق الاول هيكون ليك يا كينج. طبعا في البدايه احنا بنبارك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي على صعود النادي الاهلي لدوري المجموعات دور الثمانية كونفدراليه. طبعا يعني مكسب بالضالين وصعود بالضالين. تعرف ان ماتش الذهاب خلص 1-0، ويعني احنا برضو قلنا ان الفريق ما يخوفش فريق الدفاع المغربي. وانا شايف ان بدايه الماتش كان النادي الاهلي مسك الشوط الاولاني، اللاعب بخبرته كانوا كويسين منتشرين، ما كانش بينقصهم بس غير الحته الاخيره في ال18 يعني الكثافه الهجوميه. ولكن الاهلي لعب صح، نقل كره كتير، ما كانش في اي خطوره تذكر خالص لفريق الدفاع المغربي. ما دخلش 18، ما شفتلوش غير شوطه اتشاطت من بره ال18 ضعيفه جدا مسكها شريف. استمر الوضع يمكن لحد الدقيقة حوالي 60، وبغلطة ساذجة يعني في الديفنس قدروا ان هم يجيبوا ضربة جزاء اتقدموا بيها. وسبحان الله يعني من الغلطة والهدف الاولاني على مدار يمكن حوالي 17 دقيقة من الدقيقة 60 للدقيقة 77 غياب تام للنادي الاهلي. ثغرات واضحة دفاعية، الفرقة يعني اتقسمت بقى خلاص. ده اللي ساعد فريق الدفاع ان هو يكثف من هجماته وراح كتير ودخل ال18. قدر ان هو يحرز الهدف الثاني، وتصعبت المهمة جدا على النادي الاهلي. ابتدى يحصل تغييرات، ابتدى يبقى يحصل ضغط للنادي الاهلي في محاوله ان هم يلحقوا نفسهم لحد ما تحقق اللي هم عايزينه في الدقيقه كام 95 يعني قبل صفاره الحكم على طول. قدر احمد رؤوف المجتهد ان هو يجيب جون بيصعد بالنادي الاهلي لدوري المجموعات. ده ملخص الماتش. طبعا الماتش فيه زي ما بقول لك ايجابيات وسلبيات. احنا لو هنتكلم على الايجابيات هنقول ظهور روح الفانيلا الحمراء اللي ما بتختفيش من عند النادي الاهلي. ان اللعيبه عايزه انها تكسب، عايزه توصل. شفنا الهدف اللي في الدقيقه 95 بتاع احمد رؤوف. هات اللقطه وشوف كام واحد كام فانيلا حمراء كانوا في ال18. 5 غير اللي واقفين بره، غير الاثنين اللي واقفين بره. فده شيء ايجابي جدا ان انت عايز طول ما الحكم ما صفرش انت عايز تكسب، ودي كان اهم حاجه واكثر ايجابيه في ماتش امبارح. اداء النادي الاهلي خلال المباراه بصرف النظر عن ال17 دقيقه اللي انا بقول لك عليهم كانوا بيلعبوا بثقه، اللعيبه واثقين عارفين يدوروا الماتش ازاي ويمشوه ازاي، كرة من رجل لرجل. وهم اللي ادوا فرصة لفريق الدفاع ان هو يقدر ان هو يكثف هجومه، ان هو يقدر يجيب جونين. وهم اللي كانوا السبب في ان يعني الماتش مشي في سكة تانية خالص غير اللي كانت ماشية فيه. فريق الدفاع
فنيا فريق قليل. ما كانش ليه اي تواجد هجومي في الجزء الاولاني اللي اتلعب في القاهره. الجزء الثاني اللي اتلعب في المغرب باستثناء 17 دقيقه ما شفناش لعيب مميز، لعيب نقدر نقول ان احنا نخاف منه. فاللي اداهم فرصه كده النادي الاهلي، مش عشان هم كويسين. السلبيه بقى اللي مش عجباني في الماتش يا هشام، ما ينفعش فريق كبير زي النادي الاهلي ان هو بمجرد ما يحصل خطأ يتسبب في هدف ان يحصل انهيار لمدة ربع ساعة، تلاقي بقى فيه انفرادات، تلاقي الفرقة ابتدت تروح على 18، ابتدت تشوف شوط على شريف إكرامي، ابتدت تشوف انفرادات. فما ينفعش، يعني ما ينفعش، ما يصحش للنادي الاهلي فريق كبير، فما ينفعش غلطه واحده تاثر على الفرقه باكملها. في حاجه اللي احنا كنا بنتكلم فيها هشام دايما، اللي هو ايه، اما تيجي تلعب ماتش ذهاب في ملعبك ما ينفعش ان انت تستقبل اهداف، وهو دوت فعلا اللي نفع النادي الاهلي ان هو يوصل دوري المجموعات، ان هو كسب 1-0 بس. انما بنقول ايه، بالرغم ان 1-0 مش كفايه، ولكن الاهم لاي فريق بيلعب في ملعبه ان هو ما يستقبلش هدف. الهدف بيبقى مؤلم، ودوت اللي حصل مع فرقه الدفاع امبارح. قدر انه يجيب جونين ودخل فيه جون، خرج من البطوله. طيب انا هنا عايز اسالك بقى سؤال مهم جدا، التغيير الذي حير الملايين، تغيير تريزيجيه ونزول مكانه عمرو جمال، شفت التغيير ده ازاي؟ مبدئيا كل مدرب بيبقى له وجهة نظر، انما انا لو سألتني على المستوى الشخصي انا شفت التغيير زي ما ناس كتير قوي او معظم الناس شافوا التغيير. انا شايف ان تريزيجيه كان احسن لعيب في فريق النادي الاهلي امبارح من على مدار الماتش. تريزيجيه هو كان حلقة الوصل اللي بتربط الدفاع بالهجوم، هو اللي كان بيسحب الفرقة، هو اللي بيشدهم لقدام. هو اكتر واحد بيلعب على الجون، على الرغم ان هو يعني مش راس حربة وبيلعب في نص الملعب، ولكن اكتر واحد لعب على الجون. شفنا تريزيجيه بسم الله ما شاء الله، الشوط الثاني طلع بواحده عنتريه، خدها ودخل بيها بقوه بسرعه ووصل 18 وشاطها، جت جنب العارضه، بعدها على طول جت له واحده عدلها وشاطها جنب العارضه الثانيه. كان بيتحرك، بيبذل مجهود هجومي دفاعي. فانا من وجهه نظري زي الناس كتير قوي شايفه ان تريزيجيه كان احسن لاعب في فريق النادي الاهلي امبارح. رؤيه كابتن محمد يوسف طبعا هو اكيد بتاعته، هو ادرى مننا بفرقته، ولكن انا ما كنتش حابب ان تريزيجيه يسيب الملعب حتى لو كان هينزل مكانه راس حربة. الا ان احنا برضو حابين ان انتوا تبعتوا تعليقاتكم عن الماتش امبارح، شايفين الماتش ازاي، شايفين ان خلاص الحمد لله الاهلي كسب ووصل لدور الثمانية او لدوري المجموعات في البطولة الكونفدرالية، فمش مهم كان الاداء عامل ازاي. بعتوا تعليقاتكم على 199 او كلمونا على 262 19 8 66. هنطلع نسمع فؤاد ابن بلد ونرجع نكمل معاكم تاني. بس قبل ما نسمع فؤاد عايز افكركم انتوا بتسمعونا اونلاين من خلال موقعنا على الانترنت مبتدا.com او من خلال موقع مصراوي.com. طبعا بتسمعونا على موجة الراديو على الاف ام على تردد 90 او بتسمعونا على النايل سات من خلال التردد 11765 افقي. محمد فؤاد ابن بلد ونرجع نكمل معاكم تاني. انتوا لسه بتسمعوا محمد بركات وهشام هلال في احلى كوره، ولسه بنتكلم على صعود النادي الاهلي لدور الثمانية في البطوله الكونفدراليه. ده طبعا بالرغم من خسارته امبارح 2-1 قصاد الدفاع المغربي. احمد رؤوف كان يستاهل الجون اللي جابه امبارح. طبعا يستاهل، وانا سعيد جدا وناس كتير جدا فرحانه لاحمد رؤوف ان الصعود ده جه على اقدام احمد رؤوف بالذات. احمد رؤوف احنا اتكلمنا عليه الماتشين اللي فاتوا مع النادي الاهلي وقلنا ان هو بيحاول، ابتدت خطورته تظهر والراجل بيلعب وبيضغط على المدافعين وبينزل يساعد في الدفاع وبيبذل مجهود، بس دايما راس الحربة بتبقى الناس عايزه تشوف منه جوان علشان يقولوا عليه كويس. فكان مجهوده مش باين قدام الناس. امبارح انت بتتكلم ان هو بيجيب جون بيصعد النادي الاهلي لدوري المجموعات.
وفي توقيت قاتل، فيعني فرض نفسه نجم للمباراه. يعني ليه نجم المباراه؟ انا بقول لك تريزيجيه احسن واحد في فرقه النادي الاهلي، انما احمد رؤوف فرض نفسه في اللقطه الاخيره كنجم المباراه، لان على ايديه صعد النادي الاهلي لدوري المجموعات. حاجه كمان عايزين نتكلم فيها، ما ننساش شريف اكرامي. شريف اكرامي برضو ليه فضل كبير بعد ربنا سبحانه وتعالى، واحمد رؤوف اللي سجل جون المكسب، في ان هو برضو يصعد بالنادي الاهلي، لانه صد انفراد لو كان دخل اعتقد كان الماتش خلص. نادي الدفاع بيعاني من هفوات غريبه ما يقعش فيها عيال صغيره بصراحه. يعني مثلا ما يكون الراجل لسه واخد انذار، اما يبقى عامل فاول مع جديد ولسه واخد انذار، ويقوم حاطط الجون الثاني ويقوم قلع الفانيلا علشان ياخد انذار تاني ويطرد. سذاجه غريبه. ساذج ما شفتش في حياتي لعيب ممكن يعمل كده. يعني لعيب بيجيب جون ويقلع الفانيلا وبياخد انذار، انما يكون لسه واخد انذار ويقلع فانيلا وهو عارف انه هيطرد، دي غريبه جدا. فهو بالتالي اثر على فرقته تاثير واضح جدا، وكان احد اسباب خساره فريق الدفاع الراجل اللي خد كارت احمر. المهم خلاص النادي الاهلي وصل وبنبارك له، وبنقول ان البطوله دي نفسنا تبقى بطوله اهلاويه، وتبقى اهلاويه مصريه، لان احنا انت عارف ما حدش خدها. فالنادي الاهلي دلوقتي دايما الموسم الافريقي بتاعه متعود ان هو ينهي ببطوله. مفيش دوري ابطال افريقيا في كونفدراليه، بس على النادي الاهلي ان هو يبتدي يعيد حساباته ويبتدي يفكر ازاي ان انا اكسب البطوله. انا داخل دلوقتي على 6 ماتشات هتبقى في دوري المجموعات. ما ينفعش ان انا افكر في الماتشات اللي موجوده في مصر بس يا شام. انا بقول كده من منطلق ايه؟ من منطلق ان النادي الاهلي لعب 3 ماتشات افريقيه السنه دي بره ملعبه. خسر من يانج افريكانز بره، خسر من اهلي بني غازي بره، وادي امبارح بيخسر من الدفاع المغربي بره. اذا النادي الاهلي ال3 ماتشات اللي لعبهم بره في افريقيا خسرهم. فما ينفعش انا هنا دلوقتي في دوري المجموعات اقول ان انا عندي 6 ماتشات فانا اركز في ال9 بونت اللي في ملعبي وانسى اللي بره لاني بخسر بره. لا، انا بره اشوف كل ماتش بلعبه، اقرا الفريق، اقدر ان انا اطلع بنتيجه كويسه في الماتشات اللي بره، ان انا ما اخسرهاش. يعني لان لازم احد، لازم من موضوع الخساره، لان الخساره دايما بتجيب خساره. يعني النادي الاهلي امبارح احنا بنتكلم بنقول بيتعرض للهزيمه ال10 على مدار 4 شهور او 4 شهور ونص من ساعه كاس العالم للانديه، والنادي الاهلي مش متعود على كده. النادي الاهلي كان متعود دايما ممكن ساعات بيخلص الموسم كله بدون خساره في الدوري او خساره افريقيه، خسارتين ماشي 3، انما انت بتتكلم دلوقتي وصلنا ل10. ولكن الشيء الوحيد اللي كويس في الموضوع مازال بينافس بقوه في الدوري، ان شاء الله هيصعد المربع من خلال نتائجه. ده وصل دور ال8 في الكونفدراليه، ان شاء الله تكون البطوله من نصيبه باذن الله. ولكن احنا مش عايزين المكاسب او الصعود دي يخليك تنسى اهم حاجه في الفرقه، وهو تنظيم الفرقه، ان انت تلعب بطريقه منظمه وبتبقى قاري كل ماتش وبتلعب كل ماتش على قد الفريق اللي قدامك. الاداء يعني تقصد الاداء والروح الفنانه. ودوت اهم حاجه قلت لك، دي احسن حاجه امبارح في فريق النادي الاهلي، الروح. شوف اللعيبه وهي بتجيب الجون، شوف فرحه اللعيبه قاعده بتلعب لحد صفاره الحكم. هو ده النادي الاهلي. طيب يا بركات، ممدوح بركات، ايوه ايه رايك ايه في الماتش امبارح ورايك ايه في الاهلي؟ شايف ان الاداء مهتز ولا ايه؟ احلى صباح عليكم الاول. احلى صباح عليك. صباح الفل يا ممدوح. صباح الفل. ازيك يا ده يشرفني ان انت ممدوح بركات وانا محمد بركات. الله يخليك. ويشرفنا كمان انك تعلي صوتك شويه ممدوح، معلش. الو، صوتك كده هو كده كويس كده كويس. ازيك يا بس كنت اسال بس يعني كابتن محمد يوسف، بس يعني هو موسى ايدان وتريزيجيه بيعملوا له ايه؟ مش عارف يعني. والله بص، يعني احنا يعني انت يعني ما كانوش عاجبينك امبارح. انا معاك في موسى ايدان امبارح، وموسى ايدان مش امبارح بس، لا امبارح والماتشين كمان اللي فاتوا ما كانش هو موسى ايدان. بس افضل من ناس كتير يعني موجودين. يعني مثلا كان واضح جدا ان الجمعه خلاص يعني. لا حدد كده عشان احنا كده هنتوه منك. انت مبسوط من تريزيجيه ويدان ولا مش مبسوط منهم؟ لا انا مبسوط منهم طبعا. يعني موسى ايدان يمكن اكتر واحد بيلعب بقلب في الفريق نفسه. طب ايه رايك في تريزيجيه امبارح؟ كان
ممدوح برضه يعني كويس، اديله فرصه تاني، هم ده طلعه بعد الانفراد على طول. يعني هل انت متفق معايا ان تريزيجيه كان احسن لعيب فرقه الاهلي امبارح؟ طبعا هو اكثر واحد في الاهلي، يعني حتى عبد الله سعيد كان مش عارف ماله، وتريزيجيه كان هو وموسى ايدان اكثر اثنين. طب بالنسبه للديفنس يا ممدوح، ايه رايك؟ بنشوف ساعات كده يعني هفوات او ثغرات او عدم تفاهم. كان نفسي بقى ان هو ينزل مانجا يخليه يمين احسن، ويرجع رامي ربيعه ورا افضل، كان افضل بكتير، ويرجع يطلع وقت جمعه كان يبقى افضل. انت قصدك ان هو كان رامي يخش يلعب جوه مساك، وان الثاني بالذات لان واضح ان اللياقه بتاعت وائل الجمعه هو كتر خيره بصراحه، يعني الراجل قال انا اعتزلت، فالمفروض يعني نريحه ما نعملش فيه كده. المفروض الشوط الثاني كان رجع رامي ربيعه ورا وحط مانجا يمين ونزل شهاد في النص. ممدوح متفائل في البطوله الكونفدراليه بالنسبه للاهلي؟ باللاعبين متفائل، انما بصراحه محمد يوسف ربنا يستر. الجهاز الفني انت قلقان منه؟ ربنا يستر. بس ما تنساش يا ممدوح محمد يوسف برضه ما هو خد بطوله افريقيا وكاس السوبر، يعني هو جاب بطولتين غاليين برضه للنادي الاهلي. ما بص لو عم حارس هياخد بيهم بطوله برضه على فكره. الله، انت عارف عم حارس؟ اهلا صباح عليك يا ممدوح. صباح الفل يا دكتور. معلش كان ليا طلب معلش اخير. امورني. انا كنت عايز رقم حضرتك يا كابتن محمد. طيب نكلمك بعد الهوا بقى ممدوح، لان مش هينفع اقول لك كده. ماشي يا ممدوح. شرفتنا يا ممدوح، شرفتنا. طيب الرسائل اشتغلت عندي، ايه رايك نقرا شويه من على 91/9 نشوف تعليقات الناس ايه؟ تحياتي لنجم الاعلام الاستاذ طارق ابو السعود، واحلى صباح على باراكوتي واتش ده خط الصعيد. احلى صباح عليك يا خط انت واهل الصعيد كلهم. صباح الفل يا لولي، ايه قصه لولي دي بقى، ورايك ايه يا كوتا في مانجا؟ ده عبد الله يوسي، رايك ايه في مانجا صحيح؟ مانجا لعيب كويس، ولعيب كويس جدا، ولعيب رخم بلغتنا احنا بلغه الكوره، لعيب رخم. وهيظهر دايما بشكل كويس طول ما انت هتلاعبه في نص الملعب. مانجا لعب في بدايه الدوري، شفنا كذا ماتش لعبه يعني ناحيه اليمين كباك يمين، وشفنا كميه انتقادات، والولد لسه صغير وما يقدرش يستحمل الانتقادات دي، والناس قست عليه. بس هو مانجا مش شغلته. مانجا يلعب في نص الملعب ديفندر، لو وديته ناحيه اليمين ممكن يشتغل، لو وديته ناحيه الشمال ممكن يشتغل، ولكن حته الباك اليمين يا هشام مش بتاعته. يعني مش زي ما كان ممدوح بيقول ان هو كان عايز يلعبه باك يمين. هو نفسه مانجا ما بيحبش الحته دي. تساله تقول له تلعب ناحيه اليمين يقول لك العب عشان المدرب يقول لي العب، انما انا ما بستريحش في الحته دي. هو راجل ليه شغل معين، وهو بيقدر ان هو يضغط على الخصم، يقدر يستخلص الكوره، يقدر يلعب. دايما عنده حته ان هو بيحب يزيد بالكوره، ما بيخافش، عنده ثقه في نفسه، يحط الكوره تحت رجله. فده شيء مهم جدا ان انت تستفاد بامكانياته في الحته اللي هو ممكن يأدي لك فيها. طيب مريم تفاؤل برضو بتقول لنا صباح الفل يا احلى كوتا واتش، والله وحشتوني جدا، وببارك طبعا للاهلي، لكن يا باراكوتا هيفضل لامتى يكسب بعد ما بيوقف قلبنا؟ ده حرام بجد. دي مريم تفاؤل. الناس فعلا امبارح كانوا يعني خلاص تعبوا، وصلوا لمرحله. الحاجه الوحيده اللي كانت مطمناني ومحافظه على اعصابي شويه ان انت كنت مطمني في حلقه يوم الاربعاء، قلت لي الاهلي هيكسب بسبب قله خبره الدفاع المغربي، وده اللي حصل. يعني قله الخبره بتاعه لعيبه نادي الدفاع تقريبا هي اللي كسبت النادي الاهلي. لا قله خبره فعلا، قله خبره في كل حاجه. يعني مثلا انت حته الراجل اللي قلع الفانيلا اللي بقول لك عليه واتطرد، حته تضييع الوقت كمان اللي كانوا بيعملوه في الوقت الضايع. يعني انت ممكن مثلا على مدار الماتش، يعني ده اللعيب يعني الخبره، يعني على مدار الماتش ممكن تعطل الماتش شويه، ممكن يعني تهمد الماتش، انما ما ينفعش الحكم مثلا بيحسب لك وقت ضايع، انت عايز تضيع الوقت الضايع. طب ما هو كده برده ما ينفعش، وبتستفز الفريق الثاني وبتستفز الحكم وهيزود عليك طب انا اقول لك على حاجه، امبارح لما دخل فيهم الجون الحكم كان حسب 5 دقائق، الحكم الجون وقع ساعه دقيقه ونص من ال5 دقائق، هو صفر قبل ما ال5 دقائق يخلصوا، يعني ما كملش للدقيقه 95، صفر قبل الدقيقه 95، ويعني ما كملش ال5 دقائق وما اداهمش اللي ضيعوا الجول. وده كان عند فيهم بسبب ان كان مفضوح قوي ان انتوا بتضيعوا وقت يا جماعه، كان باين جدا. بس يعني في حاجه برضو يعني نسينا نقولها، ودي نقطه مهمه جدا، كان في روح رياضيه غير طبيعيه في الماتشين الصراحه، في ماتش الذهاب وفي ماتش العوده. ده شيء جميل جدا طول فعلا. الماتش انت يعني كويس انك فكرتني بيه فعلا. انت بتتكلم في النادي الاهلي
ونادي الدفاع يعني فرقه من مصر والمغرب، وشفنا 180 دقيقه ما حصلش فيهم اي مشكله، ما شفناش فيها اي احتكاك، ما شفناش حد بيضرب حد بيزق حد، فده شيء جميل جدا. نتمنى ان هو نعممه، يعني يبقى كل الماتشات بقى مع المغرب وتونس شمال افريقيا بشكل عام. يعني نفسنا. وخد بالك برضه احنا لو يعني ارجع شويه، ماتش ليبيا برضه ما حصلش فيه اي حاجه خالص باستثناء بعض المناوشات اللي كانت حصلت ما بين احمد عيد وكده، بس كان بيتلعب في تونس. بس كان بيتلعب في تونس مش بيتلعب في ليبيا يعني. ماشي، بس يعني انا بتكلم على اللعيبه في الملعب ما حصلش اي حاجه خالص، هي بس مناوشات احمد عيد، واحنا بنقول احمد عيد يعني هو مش محسوب كمان على الفريق، مننا وعلينا يعني مننا وعلينا، وهو المناوشات دي موجوده حتى في الدوري المصري. فاحنا شيء جميل جدا. وارد جدا ان انت ممكن تصطدم بالنجم في دوري المجموعات. احنا عندنا احتمال النجم او البنزرتي، يعني اعتقد ان انت على الاقل هيبقى معاك فريق يعني من الاقل حسب التصنيف، بس بالتالي احنا ممكن يبقى تصنيفنا اول، يبقى تصنيف النادي الاهلي اول. لا اعتقد كده يعني النادي الاهلي يعني هيبقى تصنيفه ايه ان شاء الله اول. طيب هيام تفاؤل بقى بتقول: يا حروفي فكريهم ان قلبي مش ناسيهم، ولو ظروفي بعدتني عنهم يعلم الله اني بموت فيهم. مبروك يا احلى كوتا واحلى اتش الاهلي وريال مدريد. عشية بركات دي هيام تفاؤل. يعني الجزء الاول من المسج الصراحه يعني قلبي ضعيف لا يحتمل. في صباح الخير على احلى هش وكوتا، وحشتونا الكام يوم اللي فاتوا يا كوتا، احنا عرفنا بتذيع الحلقه منين، واستنى مننا مفاجاه قريب قوي، لازم نشوفك قبل الامتحانات، وخليك شاهد يا هش. ده جيمي وتيفا ودودو. احلى صباح عليكم. في هاي عليكم صباح الخير ويا رب يوفقكم، يا رب يوفقك انت او انتي. دي مسج من رقم اخره 460. في يا كوتا صبح لي على محمد فتحي وقول له يديني شويه شاي، انا اشرف مزيكا. على فكره بالمناسبه كوتا بيعشق الشاي، بيعشق الشاي، انتوا مش متخيلين ازاي، يعني المشروب الاساسي بتاعه. اشرف مزيكا بيصبح عليك يا محمد فتحي. في صباح الفل عليكم، مبروك الاهلي والرؤوف، ومش هبارك لك على الريال غير بعد العوده، خصوصا بعد فوز البايرن امبارح بالخمسه. البايرن لو كان كسب 5 فالريال امبارح لا هو على فكره هو بس هو مزود جون للريال. لا ده هو بيتكلم على البايرن. البايرن كسب 5-2 كسب 5 لكن الريال كسب كام؟ كسب 4. والكريست عمل ايه؟ بهدل الدنيا. ليه عمل ايه؟ ما جابش غير جونين. هو نازل سخن علينا، عم نهدى شويه بالراحه. بقول لك جاب جونين حلوين قوي بصراحه. الاثنين كانوا شوطين، واحده في اول 6 دقائق، واحده برضه يمكن بعد حوالي 5 دقائق من الشوط الثاني. الجون الثاني بالذات بتاع الشوط الثاني دوت، الكوره واخدها يعني استلم ناحيه الشمال على الطرف كده، وقام داخل خطوتين وقام بوش رجله حاططها في المقص البعيد، يعني حاجه بصراحه انا مش عارف يعني هو بيعمل فينا كده ليه؟ هو بيعمل فينا كده ليه صحيح؟ طيب هكمل المسج بتاعت محمد رشدي ابو ردينا. كان بيقول برضو: ليه الاهلي معظم ماتشاته بيلعب شوط واحد بس، وليه المحمدي بيلعب مع هال سيتي افضل من المنتخب؟ الموضوع المحمدي ده احنا اتكلمنا فيه كتير قوي، مصر كلها مصر كلها اتكلمت فيه. هو خلاص يعني هو خلاص دلوقتي هو بيعتبر نفسه راجل اجنبي محمدي. حتى انا اخر ماتش بالصدفه ببص كده على دراعه ما كنتش واخد بالي ان هو ضايق برضه واشبع على دراعه وبتاع، ومدلع نفسه كده ومزنجف نفسه على الاخر. على الله بس يفرق معاه في المستوى. طيب صباح الخير يا بركات انت وهشام، الف مبروك للاهلي ومليون مبروك لاحمد رؤوف. الناس فرحانه جدا لرؤوف، اول اهدافه مع النادي الاهلي ده قوشه. انت نفسك شفت فرحه احمد رؤوف امبارح كانت عامله ازاي؟ يعني خلاص وضحكته جميله جدا بصراحه، يعني تحس طيب كده. اللعيبه لما بيتعرض لانتقادات كتير بيبقى على اخره، بيبقى سلاح ذو حدين. لا اما بيبقى عنده الاصرار والعزيمه ان هو عايز يطلع من اللي هو فيه، لا اما موضوع النقد دوت بيجره لنفق بقى مظلم زي ما بيقولوا، وبتبقى الايام اللي جاي بتبقى ايام سودة. ايام والله بكلمك جد. فهو رؤوف واضح شغله جدا، واضح تطور مستواه على مدار الماتشين اللي فاتوا، بس انا بقول لك ايه برضه عايزين جون. فهو امبارح جاب جون وجون غالي جدا، فخلاص ما حدش هينسى الجون ده، وما حدش هينسى ان احمد رؤوف اللي جابه، وان احمد رؤوف هو اللي وصل الاهلي دوري المجموعات. وده نفس الموضوع اللي كان برضه حصل مع عبد الله السعيد وكميه الانتقادات اللي خدها هشام، وبعدين فجاه فضل عايز يخرج نفسه لحد ما فجاه ابتدت الجوان، ابتدى مستوى، ابتدى بقى دخل بينافس على هداف الدوري وقعد هداف الدوري. فيعني اللعيب لازم يكون عنده ثقه في نفسه، واللعيب لازم يكون
بيتحمل الضغوطات. اللعيب اللي بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي او نادي كبير زي نادي الزمالك لازم عشان الجماهيريه بتاعت الناديين والجمهور والاعلام وبتاع، فانت بتلعب في انديه كبيره، فانت الضوء بيبقى مسلط عليك اكتر من الانديه الثانيه. فده شيء كويس كرم من عند ربنا ان انت تلعب في نادي كبير وليه شعبيه وجماهيريه، فانت لازم تبقى على قد المسؤوليه. جات لي الفرصه استغلها وما اضيعهاش. بالظبط كده. وللامانه برضو الامانه يحسب لكابتن محمد يوسف ان هو بدا بيه المباراه، يعني هو كان ممكن يبدا بعمرو جمال، لكن هو فضل ان هو يستمر في اشراك احمد رؤوف اساسي. هو لو مش شايف اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو ان هو واضح شغله على مدار الماتشين اللي فاتوا ما كانش هيلعبه. يقول لك انا العب الراجل ده جاهز وبيجيب لي جوان عمرو جمال ويلعب، ولكن هو عشان حاسس ان رؤوف قريب جدا وحاسس ان رؤوف بيضغط على الديفنس وان هو ممكن يلعب على 4 ديفنس لوحده، فهو عشان كده اداله وربنا كرم. في عبد الله بيقول ربنا يستر على الاهلي وهيلاعب مين وايه سبب الخساره ورايك في رؤوف؟ اسباب الخساره يمكن كابتن بركات عددها. هيلاعب مين ده لسه يتهيألي القرعه ده يوم الثلاث ان شاء الله. يوم الثلاث هيحصل قرعه دوري ابطال افريقيا للمجموعات والمجموعات بتاعت الكونفدراليه. واعتقد ان كمان بكره هنقدر نقول الفرق اللي صعدت في دور 16 التكميلي او الاضافي في البطوله الكونفدراليه. بالظبط كده. يمكن امبارح صعد النادي الاهلي صعد سوي سبورت برضه وصلوا قدروا ان هم يكسبوا، كسبوا جوه وبره يعني. كسبوا فريق نيجيري جوه وبره. في صباح الفل يا بركات وبصبح على هشام ومحمد بلبل وسيف، وان شاء الله الزمالك يكسب النهارده. ده احمد حلاوه ميدو من المنيا ابو قرقاس البربه. احلى صباح عليك يا احمد يا حلاوه انت وكل اهل المنيا. في صباح الخير عليكم، من اول مره اشارك في برنامج في حياتي، ده شرف لينا وشرف كبير قوي كمان. محمد جمال، تفتكر محمد يوسف ينفع يدرب النادي؟ جاوب بصراحه. بصبح على عادل حماده وتوفيق اشرف. طبعا ينفع يدرب النادي ودرب النادي وخد بالنادي بطولات وفي وقت صعب، ولكن السؤال الاهم هل هو هيبقى موجود في تدريب النادي الفتره اللي جايه بانتهاء الموسم؟ ده اللي احنا مش متاكدين منه، ودوت اللي احنا بنقول اعتقد هيبقى في مدرب اجنبي للنادي الاهلي السنه الجديده. صباح الخير كوتا واتش، يا ريت برشلونه وجمهوره يكونوا اتعلموا ازاي يلعبوا البايرن علشان ما يشيلوش 7 ويفضحوا اسبانيا معاهم. ده محمد الصخره مدريدي ومفيش رحمه. والله يا صخره انا عارف ان مفيش رحمه، بس يعني ممكن ناجل الكلام ده شويه يعني لحد نهايه الاسبوع بس اما نتاكد بس ايه ونشوف ايه اللي هيحصل الماتش الثاني. هانت ده يوم الثلاث. والله وانا مبسوط جدا ان ثاني يوم هيبقى في حلقه. ده انت واثق بقى ان هم هيتغلبوا؟ لا انا مش واثق. بص هو انت بتقول انا مبسوط ان هيبقى في حلقه. ما هو انا بتمنى ان البايرن يكسب، بس في نفس الوقت انا متوقع ان الريال بصراحه هيكون في النهائي هو تشيلسي، بس انا بتمنى ان البايرن يكسب. والله بص عايز اقول لك على حاجه، الريال لو هينزل يدافع هيخسر وهيخسر كتير. واديك شفت ده كان كسبان بروسيا دورتموند 3 في ملعبه وراح هناك 2-0 وكان يخسر كتير قوي. هو يروح على انه هو يخطف جول، الجون اللي هيجيبه هيبقى البايرن عايز 3 جول. بس عادي، ما البايرن ممكن يجيب 3 جول مفيش مشكله. طيب سريعا فاضل لنا 3 مسجات. الف مبروك للاهلي والريال. اخر اخبار ايمن حفني مع الاهلي. انا محمد اشاب، يا رب اكون قريت الاسم صح. اخر اخبار حفني. ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده، ما بتحبش تتكلم في موضوع الصفقات عموما. هي صفقه لسه ما فيهاش جديد، مش عارفين اذا كانت تمت ولا لا. احنا بنسمع فيها بقالنا شهور على فكره. طيب يا كنت يا جامد انا بحبك في الله. ده محمد حمدي. ربنا يخليك يا حماد. وحياة عيالك قول لجو ما يطلعش تريزيجيه تاني. جو اللي هو كابتن محمد يوسف يعني. لا والله هو احنا في اوقات برضه بنبقى محتاجين ان احنا نطلعه بصراحه يعني انا عايز اقول لك هو ساعات تريزيجيه بيبقى يعني كان بيبقى مظبط الدنيا يعني، فبنبقى محتاجين ان احنا نخرجه. بس هو امبارح الشهاده لله، لا امبارح كان كويس قوي وكان احسن واحد في الفرقه. وخد بالك تريزيجيه لو اديته يعني، تريزيجيه برضه خد بالك اوقات كتير ما بيبداش يعني. دايما تحس ان تريزيجيه بيلعب في الاوقات اللي بيبقى فيها غيابات. تريزيجيه لو اهتميت بيه ولعب، اولا امكانياته كويسه وسريع بدنيا، الولد قادر بسم الله ما شاء الله، يقدر يلعب 90 و150 دقيقه ما عندوش اي مشاكل. انما يعني لاعبه واديله الثقه، ولاعبه في الحته اللي هو يديلك بيه. انا شايف تريزيجيه يلعب، ما تلعبوش ديفندر يعني. تريزيجيه اوقات كتير تلاقيه بينزل يلعب في القلب مع شهاب، بيلعب في القلب مع عاشور. تريزيجيه مش حتته دي. تريزيجيه اديله
ان هو يجري ورا راس الحربه ويسحب الفرقه ويطلع من ناحيه اليمين. ما تلعبوش شمال، لعبوا يمين. بس هو عنده عيوب تريزيجيه، يمشي من الحته دي. لا خد بالك، عيوب تريزيجيه تتصلح. اللي هي اقول لك اللي هي اول حاجه اللهوجه اللي في ادائه. هو دايما كده بيبقى ايه، متلهوج، عايز يعمل كل حاجه بسرعه، عايز يقطم بسرعه، عايز يجري بسرعه، عايز يعني في اوقات. بس كل ده بقى هشام ايه مع الماتشات، الخبره، امتى يجي يستعمل سرعته، امتى عايز يسرع الدنيا، امتى بقى يهدي الريتم خالص. دي دماغ بقى دي. دي قدرات ذهنيه. لا دي قدرات، بس كل ده هيجي مع الخبرات، مع الماتشات. كل ما بتلعب ماتش زياده كل ما الخبره بتزيد معاك. فقدام مع تريزيجيه وضعه بالنسبه له هيختلف تماما. على الله بس ما نشوفش في السيزون الجديد صفقات جديده فتريزيجيه يركن، يعني باعتبار ان هو لا والله يبقى انت خسرت موهبه هتفيدك لو لعبت. يبقى انت فعلا كده. يبقى وفي الاول وفي الاخر دي بتاعت المدرب. يعني المدرب اللي موجود، سواء كابتن يوسف مكمل او هيجي مدرب، هو دايما بقى بيبقى عارف لعيبته كلها، بغض النظر بقى لو جاب بقى 100 صفقه من بره، ما دام شايف ان اللي جوه يقدر يكسبه وامكانياته احسن من اللي جايبه، خلاص يلعب. طيب احنا هنطلع فاصل سريع جدا نطمن على احوال درجات الحراره في القاهره وبعض المحافظات، طبعا يعني اللي حضراتكم حافظينه اللي كل مره بقوله قبل ما نروح نسمع نسمه هوا، وهنرجع نكمل معاكم تاني. احلى كوره على الراديو 90 مع هشام هلال ومحمد بركات. في الدوري المصري تحديدا في الاسبوع 19 امبارح كان في مباراه تليفونات بني سويف ووادي دجله، وتليفونات بني سويف حقق الفوز الثاني على التوالي ليه بنتيجه 1-0. النهارده هيكون في 4 ماتشات في نفس الاسبوع، المصري مع المنيا والاسماعيلي مع طلائع الجيش والشرطه مع بتروجيت، ال3 ماتشات الساعه 3:30. اما الساعه 6 فهيكون ماتش الزمالك مع القناه. امبارح تليفونات بني سويف ماشي كويس اهو، بيعافر، بيحاول ويأكد ان هو هيكمل في الدوري وان هو مش هينافس على الهبوط. يمكن جميل جدا لما اتكلمنا على تليفونات بني سويف وبنقول ان اداؤه كويس، خصوصا قدام الفرق الكبيره في مجموعته، انما الاداء مش كفايه وان النتائج اهم من الاداء. يعمل ماتشات كويسه، كل الناس بتقول بيعمل ماتشات كويسه، وتيجي تبص عليه في الجدول تلاقيه اللي قبل الاخير. فطبعا كان حاجه غريبه جدا. انما يعني بسم الله ما شاء الله، نمسك الخشب، فوزين ورا بعض لتليفونات بني سويف، بيجيب منهم 6 بونت، وعلى فرقه امبارح 3 بونت زي وادي دجله. بيوصل دلوقتي تليفونات بني سويف من المركز اللي قبل الاخير، دلوقتي بتبص على الجدول تلاقيه في المركز السادس عنده 21 نقطه. فيعني قبل حرس الحدود وقبل وادي دجله وقبل المصري، قبل انديه كبيره ليها تاريخها يعني. فالف مبروك لتليفونات بني سويف الاداء والنتائج الاخيره. الف مبروك للكابتن ايهاب جلال، راجل محترم جدا، انا زميلته في النادي الاسماعيلي وكان ليا الشرف ان انا العب معاه، وكان قائد بمعنى الكلمه. وبعدين اللعيبه بتحبه وهو لامم من لعيبه بني سويف حواليه. فشيء طبيعي ان بعد مرحله الاداء نخش في مرحله النتائج، ودوت اللي توفر دلوقتي بالنسبه لفرقه تليفونات بني سويف. طبعا وادي دجله لغز كبير قوي، انا مش عارف يعني بعد ما دخلوا مرحله في وقت من الاوقات قلنا مرحله المنافسه، ابتدت نتائجه تسوء الفتره اللي فاتت كلها. خروجه من الكونفدراليه واضح ان هو اثر عليه، تلاها هزايم بقى من الزمالك والاسماعيلي، وادي امبارح التليفونات. فيعني على كابتن هشام زكريا ان هو يتعب اكتر من كده، ونحاول ان هو يلم الفرقه علشان وادي دجله يستمر كافضل الانديه المحترفه الفتره دي. طيب النهارده يعني ال4 ماتشات مهمين، بس لما نتكلم على ان الزمالك وبتروجيت والاسماعيلي هيلعبوا النهارده، تعرف ان في تغيير هيتم في جدول المجموعه الثانيه. يعني طبعا انا شايف من وجهه نظري ان يعني الاسبوع ده مهم جدا في المجموعه. يعني بتروجيت اذا كان اول بيلاعب اتحاد الشرطه اللي هو ثالث، فده ماتش في منتهى الاهميه. الاسماعيلي بيلاعب طلائع الجيش، برضو ماتش مهم وصعب. يعني هي كلها ماتشات مهمه وماتشات صعبه. يعني بتروجيت طبعا متصدر 33 بونت لوحده فوق،
ولكن برضو احنا بنقول كل مره بنفكر الناس ان هو لعب اكتر من الاسماعيلي ماتشين، يعني الاسماعيلي بالستة بونت دول يبقى زي بتروجيت، فهو برضو مش مأمن نفسه. وانا قلت لك ان بتروجيت برضو لسه هشام، وانت استغربت قوي كده وبصيت لي، لا هو بتروجيت لسه ما وصلش. ما هو لسه ما وصلش على الورق، بس نقدر نقول يعني ان هو ضمنيا كده اول الصاعدين من المجموعه الثانيه. انت بتقول اول الصاعدين، وانا بقول لك بتروجيت لسه عايز يأمن نفسه. يعني هو بتروجيت لاعب 17 ماتش، لسه له 3 ماتشات، محتاج ان هو يحقق فيهم نتائج كويسه، ما يرتكنش لل 33 بونت اللي جابهم. بس هو افضل وضعا في المجموعه، يعني احسن وضع واحسن من الزمالك، احسن من الاسماعيلي، احسن من اتحاد الشرطه اللي هم بينافسوه بكتير. مفيش شك. ال6 بونت بتوع الاسماعيلي اللي هو الماتشين اللي لعبهم اقل من بتروجيت في علم الغيب، انما هو اوريدي لاعبهم وجايب ابناتهم وما عندوش اي مشاكل في اي حاجه، فهو برضو محتاج ان هو يكسب علشان يستمر في الصداره منعا لحدوث اي مفاجآت. الاسماعيلي بيلعب ماتش مهم جدا في ملعبه في اسماعيليه مع طلائع الجيش. طبعا الماتش صعوبته ان الاسماعيلي من جهه عايز يكمل المنافسه وعنده منافسين صعبين جدا اذا كان بتروجيت ولا الزمالك، ومع اتحاد الشرطه كمان داخل المنافسه. ومن جهه تانية طلائع الجيش وموقفه الغريب اللي مش متعودين عليه في المركز العاشر اللي هو قبل الاخير في المجموعه وعنده 15 بونت. فطبعا طلائع الجيش خلاص هو على مرحله الهبوط، فطبعا اكيد هيبقى الماتش صعب، لان اكيد هو هيدور برضه على ال3 بونت، مش هيدور على بونت. فالماتش هيبقى في منتهى الصعوبه سواء من ناحيه الهبوط او من ناحيه المنافسه. طبعا في ماتش كمان قبل ماتش الزمالك، في ماتش كمان المصري والمنيا. المصري والمنيا طبعا يعني شايف انها فرصه للنادي المصري. المنيا يعني مش هنقدر نتكلم فيه، المنيا عنده 9 بونت وفي المركز الاخير، واعتقد ان المنيا اول الهابطين خلاص. يعني انا دوت اللي انا اكده لك ان المنيا اول الهابطين، انما المصري هي فرصه بالنسبه له في المركز التاسع عنده 18 بونت، فرصه في 3 بونت ينططوا ل 21 بونت يظبطوا موقفه شويه، لان برضو المصري موقفه صعب وممكن يتشد لتحت. هيبقى عندنا كلام كتير جدا نقوله بكره عن المجموعه الثانيه، بس بعد ما تتحسم نتائج ال4 مواجهات دي. هفكركم مره ثانيه، الزمالك مع القناه الساعه 6، الشرطه مع بتروجيت 3:30، الاسماعيلي وطلائع الجيش نفس التوقيت، المصري والمنيا نفس التوقيت. مش نروح انت مش هتخلينا نتكلم على الزمالك ولا ايه؟ الزمالك والقناه؟ احنا يعني اتكلمنا الناس دي، مش هنتكلم على الزمالك. وكانت نتيجه مباراه الذهاب كانت 4-0 لصالح القناه. لا طبعا احنا قلنا طبعا نادي الزمالك افريقيا مستقر، وصل دوري المجموعات. يمكن المنافسه شديده جدا. شفنا خساره بال4 من بتروجيت الماتش اللي فات، وكان الزمالك في اسوأ حالاته دفاعيا. انا شايف ماتش زي ده الزمالك اكيد حاطط قدامه اعتبار واحد اللي هو ال3 بونت علشان يستمر في المنافسه، خصوصا ان هو عنده ماتش صعب جدا برضه يوم الخميس الجاي في ماتش مؤجل اللي هو ماتش مع النادي الاسماعيلي، وده اللي هيحدد عليه حاجات كتير قوي. يعني الاسبوع ده هتحدد عليه حاجات كتير، ماتش النهارده والماتش بتاع يوم الخميس المؤجل. شفنا استبعاد من القائمه جعفر واحمد سمير كالعاده. يعني احمد سمير شفنا هو كان احتياطي الماتش اللي فات وشارك، انما هو بعد. هاني سعيد بعد، فالناس ربطت. لا ده هاني سعيد ده بعد خالص. يعني لا هاني سعيد ده موضوع تاني، ده خد اجازه مفتوحه يعني وخلاص، وهو يعني بالتراضي قال لك انا هفسخ العقد وهتنازل عن فلوسي اللي موجود. بس دوت ممكن يكون من توابع الهزيمه بال4 والثغرات الدفاعيه اللي ظهرت والحاجات دي كلها، ممكن يكون دوت احد توابعها. الزمالك يمكن القناه يعني بيلعب في حته الوسط، يعني صاعد محقق نتائج كويسه غير متوقعه. كل الناس كانت متوقعه ان هو ممكن يكون اول الهابطين، انما عنده لعيبه كويسه، عنده مدير فني كبير ومحترم كابتن احمد سعيد، وماشي معاهم بشكل كويس جدا. فشايف ان دوافع الزمالك هتبقى اكتر من دوافع القناه في الفوز بالمباراه، انما ممكن يحصل العكس، ممكن يكون الزمالك عشان دوافعه اكتر وان هو بيلعب مثلا تحت ضغط اكتر، ممكن الضغط دوت ياثر على اللعيبه سلبيا في الملعب في وقت ان فرقه القناه هتبقى مستريحه فيه. انما في الاول وفي الاخر اي بونت يضيع من نادي الزمالك النهارده في مباراه القناه ممكن يدفع ثمن.
طيب احنا هنطلع لاخر فاصل عندنا وهنرجع نكمل معاكم. لسه عندنا رسائل كتير ما قريناهاش، وكمان في ماتشات مهمه جدا هتتلعب النهارده في الدوري الانجليزي والدوري الاسباني. خلي المود مبسوط. امبارح كان في ماتش مهم جدا في الدوري الاسباني، كان ريال مدريد بيلعب اوساسونا، وزي ما احنا قلنا ان ريال مدريد قدر ان هو يكسب 4-0. برضه مانشستر يونايتد كسب نورتش سيتي 4-0 نفس النتيجه. اول ماتش لجيكس اول ماتش كمدير فني لجيكس. شيء جميل جدا، وانا اتوقع او نفسي ان هو يمكن الماتشين اللي ناقصين دولت يكسبهم ويحقق فيهم يعني ما يخسرش، ويبقى ليه فرصه ان هو يمشي شويه. يعني احنا سمعنا مدربين كتير عايزين يتعاقدوا معاها وكده، انما انا شايف ان هو جيكس لو عمل نتائج كويسه وكمل معاهم، اعتقد ممكن يحقق معاهم نتائج كويسه ويبتدي يظبط فرقته من بدايه الموسم. هو بس مانشستر ما اعتقدش ان هو يستحمل سيزون كمان زي السيزون ده. لا هيبقى صعب جدا. فهو عايز يضمن، يعني عايز مدير فني ليه اسمه. لا الدنيا اتبهدلت وكده، وليهم اسهم في البورصه اتبهدلت، وكان من هبوط البورصه دي كان من الاسباب اللي هم طيروا الراجل مويس عشانها. فهو لا طبعا لا. وبعدين مانشستر المفروض ان هو بيلعب عشان بينافس وبياخد بطولات. ده راجل حامل لقب دوري انجليزي، يعني ما ينفعش يبقى بالشكل ده خالص، يعني صعب. طيب النهارده هيكون في مباراه مهمه جدا في الدوري الانجليزي. ليفربول هيلاعب تشيلسي، دي هتكون الساعه 3 و5 بتوقيت القاهره. وكريستال بالاس هيلاعب مانشستر سيتي الساعه 5 و10. ده في الدوري الانجليزي، ويهمنا جدا طبعا الماتش بتاع ليفربول وتشيلسي. اهو دوت بقى دي اللقطه اللي انا ما كنتش مستنيها، اللي هي صلاح وليفربول. طيب يعني هنعمل ايه؟ هتشجع مين؟ ليفربول يكسب 2-1 وصلاح اللي يجيب الجول. مش هيتحدد عليه مستقبل الدوري الانجليزي. مش هقول لك اكتر من كده. وصلاح ان شاء الله فرصته كبيره في ان هو يشارك ويبدا اساسي كمان. بالظبط كده، خصوصا ان انت عنده اصابات كتير اساسا وغيابات كتير، وعنده ماتش مهم كمان، فممكن وارد يلعب بفرقه مختلفه تماما يعني. في الدوري الاسباني برضو فيا ريال هيلاعب برشلونه، ده هيكون الساعه 9، وفالنسيا مع اتلتيكو مدريد الساعه 5. محطه صعبه اذا كانت لبرشلونه اللي بيلعب بره ملعبه مع فيا ريال، او اتلتيكو مدريد اللي بيلعب بره ملعبه مع فالنسيا. اصعب ماتش لاتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد عنده ماتشين ورا بعض بره ملعبه، فالنسيا، وعنده اللي جاي هيبقى ليفانتي برضو بره ملعبه. ماتش فالنسيا النهارده لو كسبه بيقرب جدا من الدوري بنسبه 99%. واتوقع انه ممكن يتعطل النهارده، ولو تعطل هيبقى في مصلحه الريال قبل برشلونه. اكيد، لان هو اقرب يعني الريال من برشلونه. المفروض ان هو اعلى من برشلونه ببونت، فلو تعطل ده هيبقى في مصلحه الريال، خصوصا انت عارف ان اخر ماتش هيبقى ما بين اتلتيكو مدريد وبرشلونه في برشلونه. ففي حاله ان ريال مدريد بيكمل وبيواصل انتصاراته ممكن ياخد دوري. هو بصراحه انا مش عايز ابقى ممل، احنا في نهايه كل حلقه يمكن بنعتذر لكم ان احنا ما بنقدرش نقرا كل الرسائل اللي انتم بتبعتوها، بس يعني بجد بيبقى الموضوع خارج عن ارادتنا. ف يعني بجد حاولوا تسامحونا وتقبلوا اعتذارنا لكل الناس اللي بعتت على 91-9. وانا في السريع كده بس بعتذر لان عيني وقعت والله يا هشام على رساله بس كده من اليماني بيقول ان هو زعلان مننا يعني، او مني انا شخصيا، علشان هو طلبت منك حاجه كده مش عارف وانت مش بتقرا الرساله. فهو كان يمكن هشام لسه بيتكلم دلوقتي ان هو ما بنقدرش والله عشان بس الوقت. لو عندنا وقت اكتر من كده والله هنقرا كل الرسائل. وبعدين برضه عشان نوضح دي، احنا دايما بنبقى في حيره ان احنا يعني نزود المشاركات في الحلقه، انتوا هتبقوا مبسوطين بده اكتر، ولا نحاول ان احنا ما نغفلش اي خبر من الاخبار الرياضيه اللي ممكن تهمكم. فيعني سامحونا، ممكن في حلقه تبقى مشاركاتكم فيها زياده، ممكن حلقه تانية تبقى الاخبار والكلام فيها زياده. هو البرنامج لو وسع بقى ساعتين ده احنا ممكن نلم بقى الدنيا كلها ويبقى ما جيناش عليكم ولا جينا على الاخبار. حاولوا بقى تعملوا مظاهرات او وقفه كده احتجاجيه تطالبوا فيها ان برنامج بركات يبقى ساعتين بدل ساعه. طيب النهارده الحد، وبما ان النهارده الحد فطبعا هيكون معاكم بعد ساعه من دلوقتي، او بمعنى اصح الساعه 12 يبقى معاكم سالي سعيد واوضتين وصاله. مش بس سالي سعيد هي اللي هتبقى معانا النهارده يوم الاحد، هتبقى شغلانه. ده سالي كتروا قوي بقى. عندنا 2 سالي بقى، عندنا سالي سعيد في اوضتين وصاله، وسالي عبد السلام. يا جماعه النهارده اول ظهور ليها على الراديو 90 طلقه راديو 90 طلقه على الطريق. سالي عبد السلام استنوها كل يوم من الحد للثلاث من الساعه 6 ل 8. لازم نقعد نسمع البرنامج ده عشان نشوف هتتكلم في ايه. ده انا مش هتحرك من المحطه،
ده انا هقعد هنا اسمعه هنا لايف، مش هستنى ان انا اروح اسمعه في الراديو. لا والله ربنا يوفقها طبعا، من الناس اللي زي العسل والناس اللي روحها حلوه وخفاف كده، ونتمنى لها كل توفيق في اول حلقه النهارده. مرة تانية قبل ما نختم، طلقة على الطريق من الحد للتلات من الساعة 6 للساعة 8 مع سالي عبد السلام. خليكوا دايما معانا على الراديو 90.